دي مش كبسة إلهام ولا حتى ده بني إلهام، دي الوصفة اللي دايما بعملها لما يومي بيبقى مشغول جدا، من دروس لتمارين لشغل أو حتى ماليش مزاج إن أنا أقف في المطبخ النهاردة. ما تيجي نشوف عملنا إيه النهاردة، لأن فيديو النهاردة اللي هيفوته هيندم كتير جدا. يلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة معايا فلفلاية تكون سبايسي، ضفت عليها ليمونة حلوة وشوية توابل بسيطة، منهم الكمون والفلفل الأسود والشطة، وكمان ضفت عليهم الملح. هضيف عليهم نص كوباية من المية، وكمان هضيف عليهم وحدتين كبار من الطماطم. هبتدي ان انا اضرب كل المكونات دي مع بعض لحد لما يتكون معايا الصوص الحلو اللي انتوا شايفينه معايا ده. لو انتوا عرفتوا الصوص دوت اسمه ايه وبتعملوه بالطريقه ديت، انزلوا حالا في الكومنتات واكتبوا لي. حله كبيره كده عندك، وابتدي ان انا اضيف 3 معالق كبار من الزيت. بضيف كميه بصل كويسه، يعني قولوا وحدتين من البصل متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بفضل اقلب في البصل واحمر فيه كويس جدا لحد لما ياخد اللون الذهبي الغامق شويه. في الوقت ده كمان بيبقى عندي قطعتين بس من صدور الفراخ، حاجه بسيطه وسهله. عندك اكتر ضيفي، عندك لحمه ضيفي، لان الكبسه بينفع تعمليها بالفراخ باللحمه، ممكن من غير فراخ ولا لحمه حتى. بضيف بهارات، وركزوا معايا كويس جدا، معلقه كبيره من الكاري والكركم، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان المرقه، وبضيف عليهم ورق غار وحبهان، وكمان بضيف قرنفل وفلفلايه، وكمان بضيف عليهم طماطمايه واحده بس بشرها زي ما انتوا شفتوا معايا، تقلبتين، وابتدي ان انا اضيف الميه. ضفت ميه هنا كوبايتين من الميه، هرفعهم على النار واغطي عليهم كويس جدا واسيبهم لحد لما يغلوا. في الوقت دوت انتوا هتشموا ريحه حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم ريحتها بتبقى جميله بذمتك بقى، ما استاهلش تسلم ايدك يا نشوتي ولا ايه؟ بصوا بقى عملت ايه. ضفت عليهم كوبايتين من الرز البسمتي. علشان الكبسه بتاعتك تطلع ناجحه وحلوه لازم تختاري الرز البسمتي يكون حبه طويله ويكون اللون الاصفر، بتبقى حلوه جدا جدا. لو لقيتي ان احنا هنا محتاجين نزود ميه، وعاده هتزودي ميه لان الرز البسمتي بياخد ميه في التسويه، بزود ميه، برفعه على النار، اول لما يغلي بهدي عليه النار خالص واسيبه يستوي تسويه الرز العادي، وبس على كده. شفتي بقى في حياتك كبسه احلى من كده ولا حتى اسهل من كده؟ طعمه وجميله، والرزايه طالعه كده كل واحده بوحدتها، وكل واحده مخصمه التانيه مع الصوص الحلو الجميل دوت. وعايزه تعملي معاها بقى فراخ بانيه زي ما انا بعمل، عايزه تعملي معاها قطع لحمه، بقولك ايه، مش عايزه تعملي معاها حاجه خالص وتكتفي بالفراخ اللي موجوده فيها، فده حلو قوي قوي كده علينا. بس كده يا ستي، قولي لي بقى بذمتك كبسه الهام ولا كبسه نشوتك حبيبتك؟ انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف، شجعوني بلايك كتير وشير كتير، وبستنى دايما كومنتاتكم الحلوه اللي بتديني طاقه ايجابيه زي قلوبكم الحلوه. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.